حلوين، جايلكم كده بمقطع سريع من الدريس الخطير بتاعنا. الدريس السي واي ده اول لون معانا. يلا بينا نشوف باقي الالوان بتقول ايه. بصوا بقى، انا هستنى اراكم في كومنتات عن الدريس وجماله. بصوا قد ايه هو حلو ومريح جدا، فضفاض، شكله شيك في اللبس، بيلبس من اول 50 كيلو لحد 85 كيلو زي ما احنا قلنا. قولوا لي بس رايكم في الكومنتات، وتابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تشوفوا باقي الالوان في اللبس ايه. وادي اللون التالت من الدريس، تحفه. زي ما انتم شايفين الصدر ملموم مش مفتوح خالص. ادي اللون الزهري كمان، شكله حلو قد ايه في اللبس يا جماعه. الدريس ده خطير بكل الوانه حرفيا. يلا بينا نشوف اللون الاخير معانا ايه. وادي دريس العرايس الجميل الابيض وجماله، شكله خطير ازاي بجد. كلهم احلى من بعض في اللبس. عايزه لايكات للفيديو ده على قد ما تقدروا، شجعوني بكومنت كده لطيف زيكم. هيا يا حلوين، جايلكم كده في مقطع سريع عن البيزك الامور الشكل اكس. بصوا شكله حلو ازاي، واللون بتاعه وطول الكم مناسب جدا. فيه واسع لان ده بيلبس لحد 100 كيلو، فهو يعني فيه واسع شويه عليا. اي حد يقدر ياخده، يقدر يضيقه، لان الخامه بتقدري تتحكمي فيها زي ما انت عايزه. في منه بنص كم، في منه مقاس اول بيلبس لحد 65 كيلو، في منه مقاس تاني بيلبس لحد 100 كيلو. يلا بينا نشوف الالوان التانية منها ايه. بصوا بقى اللون الزيتي، انا مش عارفه ليه هو مش ظاهر اللون في الكاميرا بصوره حلوه، بس هو بجد على الطبيعه احلى بكتير. بصوا شكله حلو ازاي بجد، خطير وطوله مناسب والفتحه بتاعته مناسبه جدا. يلا بينا نشوف اللون الثالث. الالوان كلها حرفيا احلى من بعض وناطقه في اللبس وشكلها حلو ومريح. وما تنسوش ان هو في منها بنص وفي منها بكم. تقدروا تطلبوا قبل نفاذ الكميه. ده من الشغل اللي موجود معانا فوري، وتمنه على قد الايد، وشكله بيبقى حلو وخطير في اللبس ومريح جدا. تقدري تخرجي بيه في اي وقت. يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وسعاده. جايلكم النهارده بشغل فوري، شغل حلو قوي بجد، هيعجبكم. عبارة عن الكاشات البيتي. انتوا اساسا بتحبوا الستايل بتاعها وبتطلبوا ان الحاجات تبقى موجودة فوري. هوريكم كده الاشكال اللي موجودة معانا على السريع. قولوا لي برضو رأيكم في الكومنتات. معانا عرض كمان من اول 3 قطع، عرض يجنن. بصوا شكله حلو قوي، هو بيبقى طوله لحد الركبة تقريبا. وطبعا بيلبس من اول 40 كيلو لحد 85 كيلو، لان الليكرة بتاعته عالية. بصوا شكل الكاش ده شكله حلو قوي. والمطه بتاعته اهي يا جماعه، علشان الناس اللي بتقول ازاي بيلبس لحد 90 كيلو، لان الليكرة بتاعته عاليه جدا. خامه مش بتحرر. في فتحه صغنططه كده من الجنب عشان يبقى شكله احلى كمان في اللبس. ومعانا الكحلي الامور ده. بصوا البرنت بتاعته حلوه قوي. في معانا بيبقى من استك من فوق وفي من غير. ده بيختلف من مصنع للتاني. بصوا بقى اللون التاني بتاعه حلو ازاي. معانا منه السيموني والبينك والكحلي. انا وريتكم كده البينك والكحلي، وهحاول اجيب لكم السيموني كمان بتاعه على طول. بصوا الحلاوه بجد، حاجات كده قمر. وسعره يا جماعه مش مكمل 100 جنيه. ده فايبر ليكرا قطن. خامته مريحه جدا، من الخامات اللي هي بتكون يعني طريه قوي. دي اخر قطعه من الستitch عشان في ناس بتسال على الالوان. في الوان كتيره خلصت، فاللي محتاج اي حاجه يلحق يطلب من الكميه المتاحه حاليا. وان شاء الله قريب هتلاقوني جبت لكم شغل جديد. بصوا القلور ده شكله حلو قوي. بيبقى شكله خطير في اللبس، بيبقى شكله بجد مش عايزه اقول لكم هو قد ايه حلو ومريح جدا. معانا النجوم ده تقريبا اخر قطعه من النجوم، واللون ده حلو قوي. النجوم طبعا باستيك كده من فوق. معانا قطعه تانية من الورود دي. هحاول اوريكم الحاجات اللي هي مفتوحه الاول، وبعد كده هوريكم الحاجات اللي لسه مغلفه. بصوا الكاش ده برضو حلو قوي، شكله مختلف. القصه بتاعته حلوه، يعني شكله عسول بجد. ومعانا حاجه تانية منها بس مربعه،
وطبعا الكاشات كلها ليها فتحة من تحت كده عشان تبقى مريحة برضو في اللبس، وبتمط الليكرة بتاعتها عالية. الليكرة بتاعتها مش النوع اللي هو بيمط ويفضل يعني موتت، لا هو من اللي هو بيروح ويجي معاكي، فغسيل ولبس بصراحة. بصوا الخامة بترجع تاني زي ما كانت. ده كان في منه البيج والاسود. البيج اتباع، سوري على الدوشة يعني احنا متعودين مع بعض على الدوشة، معلش. معانا كمان الكاش ده حلو قوي، ورود كده وحاجة أمورة. أنا هحاول أبين لكم الغوامق الأول وبعد كده الفواتح، علشان اللي عاوز ده واللي عاوز ده يبقى عارف، وأي حد محتاج أي حاجة ياخدها سكرين شوت ويبعتها لي. بصوا يعني بجد حاجات حلويات. معانا من الورود ده قطعتين، ده بصوا شكله في اللبس بيبقى قمر ازاي، يعني تخيلوا كده شكله، وبياخد شكل الجسم، بيدي شيب حلو قوي للجسم حرفيا. بصوا الفواتح بقى، ده كان جاي منه كذا قطعة برضو، دي اخر قطعة. حلو قوي في اللبس، هو بيبقى جاي على الركبة، بياخد شكل الجسم، بيبقى حلو قوي. بصوا بقى الحلويات دي يا جماعة، بصوا انا بحب الكاشات دي حب، بنزل انقيها لكم كده بعناية. وده برضو كان جاي منه كذا قطعة، غالبا هي اخر قطعة، اللي هي الورود دي شكلها حلو قوي. والكاش اللي مكمل معانا في كل سيزون حرفيا، هو اكتر حاجة بتيجي عليها طلب هو الكاش المقلم ده، بسبب الالوان المبهجة بتاعته، الوان الصيف الامورة. بصوا حاجة كده حلوة ومريحة، وبجد الخامة بتاعتها ناعمة وطرية جدا. وده الشكل التاني من الورد الاولاني، اللي هو هوريكم شكله دلوقتي الاتنين جنب بعض. بصوا حلوة قوي برضو، الورود نفسها منطقة شكل الكاش اهم. دول الشكلين اللي جنب بعض اللي هما نفس البرنت تقريبا، اهي كده عشان تبقوا عارفين الشكل، او نعمله كده. شايفين شكله حلو قوي. ومعانا البطيخه ديت برضو، يعني بينزل منها الوان كتيره جدا وبتتنسف، وده كان جاي منه كذا قطعه، ودي اخر قطعه من البطيخه. شكلها برضو بتبقى حلوه قوي في اللبس. و اخر قطعتين من الميكي هفتحه لكم هما الاتنين مع بعض علشان تشوفوا برضو اللون بتاعه عامل ازاي. بصوا الحلويات حلو حلاوة. دي طبعا الفيونكة بتاعت الميكي، في فيونكة خضراء وفي فيونكة الفوشيا، عشان الناس بتفتكر ان هو احمر، لا يا جماعه ده لون الفوشيا. ده كان الفيديو بتاع الكاشات، اتمنى ان هو يكون عجبكم. اي حد محتاج يتواصل معايا هتلاقوا اللينك الاكونت بتاعنا في صندوق الوصف. احنا بنشحن القاهره وجيزه ومدن جديده، كمان بنشحن للمحافظات عادي جدا، والكاشات موجوده معانا فوري. بس زي ما بقول في كل مره، في حاله شحن المحافظات يا جماعه بيتم دفع تمن الاوردر، بشحن له الاوردر على طول، واول ما بيوصل بيدفع بس مصاريف الشحن. بحبكم جدا، مع السلامه. مساء الفل يا حلوين، جايلكم النهارده بشغل جديد من الشغل الفوري، حاجات كده عظمه بجد. البيزكس الامور دوت، بصوا
ده موجود منه بستايلين، ستايل بنص كم وستايل بكم. على فكره مش بيحرر خالص لان خامته طريه جدا. عايزين بس لايكات على قد ما تقدروا، وهوريكم الاشكال على الطبيعه. اول حاجه معانا ده تلتين كم مش نص كم، ده مقاس اول، بيلبس لحوالي 65 كيلو، وعادي جدا نقدر نخليه نص كم مفيش اي مشكله. ومعانا اللون اللافندر، ومعانا اللون الاخضر الزرعي، وكمان معانا اللون الابيض. هوريكم برضو النص كم بتاعه بيبقى عامل ازاي. بصوا حلو قوي. ده المقاس الاولاني يا جماعه مش المقاس التاني، فكل مقاس هوريكم الوان. معانا كمان اللون الفوشيا الترند الامور، بجد في اللبس بيبقى حاجه كده مختلفه. الليكرا بتاعته حلوه قوي، ستايله مريح في اللبس بامانه. بصوا بيبقى شكله عسول قوي. وكمان معانا اللون البيبي بلو بس تفصيله مختلفه اللي هي تفصيله الاكس دي، شكله حلو والالوان هاديه وجميله. وكمان معانا اللون الزهري، ده في المقاس الاولاني. اما المقاس التاني هوريها لكم، بس انا عايزه افكركم بحاجه، ان احنا عندنا شحن القاهره وجيزه ومدن جديده، وعندنا شحن كمان للمحافظات. وفي حاله شحن المحافظات اي حد محتاج اوردر بيكلمني، بنتفق وبعد كده بيحول المبلغ بتاع الاوردر، بشحن له الاوردر على طول. بمجرد ما بيوصل له الاوردر بيدفع بس مصاريف الشحن. اما في حاله القاهره والجيزه والمدن الجديده بيستلم الاوردر بيدفع الفلوس. ايه الفرق ما بين دول؟ احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، ان شركه المحافظات يعني لازم ان انا بيحصل لي مش بيحصل لي باك اب، فبالتالي انا لازم اخد الفلوس من العميل. اما بالنسبه للشركات القاهره والجيزه والمدن الجديده بيدوني فلوس الاوردر، وهم بيستلموا بس فلوس الاوردر من العميل مش اكتر. معانا بقى المقاس التاني بيلبس لحد 100 كيلو. بصوا هو قد ايه كبير، حلو قوي بجد، والليكرة بتاعته حلوة وطوله مناسب، طوله لغاية هنا، فطوله مناسب جدا وبيبقى شكله حلو في اللبس. ومعانا منه الزيتي ده الاكس طبعا. بصوا كم كامل، واللي عايز نص كم يقدر يتواصل معايا عادي، اوفر لكم منه نص كم مفيش اي مشكله. ومعانا ده الزهري، الالوان كلها احلى من بعض بجد، الوان الصيف، الوان مبهجه، الوان جميله جدا. معانا بقى من الستايل التاني ده، طبعا كل مقاس ليه ستايله علشان محدش يقول لي ان اللون دوت انا عايز اللون دوت من المقاس الكبير، لا انا بعرض لكم الحاجات المتوفره. ده مقاس 2 اللي هو بيلبس لحد 100 كيلو، مقاس 1 بيلبس لحد 65 كيلو. معانا الاسود. ده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى ان هو يكون عجبكم، وهحاول ان انا اعرض لكم المقاس بشكل مظبوط ملبوس وكل التفاصيل ديت، علشان خاطر برضو تبقوا عارفين ايه الفرق او شكله بيبقى عامل ازاي في اللبس. عايزه اقول لكم ان الاشكال بجد كلها احلى من بعض، بتبقى تحفه في اللبس، خطيره بجد. اتمنى ان اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك، واعملوا لايك على قد ما تقدروا علشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. بحبكم جدا، مع السلامه. يا مساء الفل عليكم، يا رب كلكم تكونوا بخير وسعاده. جايه لكم كده باوردر جديد، انما ايه، قمر قمر قمر. مش عارفه ابتدي لكم بايه ولا ايه. بس هنبتدي دلوقتي في الاول بالتيشيرتات، اللي هي الحاجه اللي دايما مستمره معانا. معانا كده شويه حاجات تكرارات، غير التكرارات معانا اوردرات طبعا جديده وجميله جدا. نزلكم بالتيشيرتات وزي ما انا قلت لكم، طبعا انتوا فاكرين الاوردر اللي فات كان اغلبه اسود، الحمد لله الاوردر دوت لا مش اغلبه اسود خالص. دي الطباعه بتاعته من الظهر زي ما انتوا شايفين. ده مقاس 3 اكس، بيلبس لحد 90 كيلو. الخامه قطن برسولا، ناعمه وحلوه، بجد الماتيريال فظيعه. ومعانا التيشيرت الاسود ده، بصوا شايفين البرنت بتاعته حلوه قوي ازاي.
خطيرة يعني بجد، البرنت بتاعته تحفة. ومعانا الطبعة دي من البرنت، ده مقاس 3X لون ابيض زي ما انتم شايفين. شكله حلو قوي يعني في اللبس تبقى شكلها بجد البرنت حلو قوي. ومعانا اكس لارج اللون الكافيه او البيج. بصوا حتى الكلمة نفسها خطيرة يعني، الطبعة حلوة وهي دقيقة وهادية. معانا البنطلون الفستان جبنا منه تكرار تاني اللون البيج، يعني الطلب عليه حلو قوي. بصوا طبعا لو انتوا مش فاكرين هو بجيبين دوت مشروبات، ده كده حاجة زينة. والاستيك بتاعه وبيلبس لحد مثلا 70 كيلو زي ما انتوا شايفين المقاس. الحمد لله لو تفتكروا ان احنا جبنا منه المرة اللي فاتت قطعتين زيادة، الاوردر دوت جايبين منه كذا قطعة مطلوبين، فالحمد لله ان احنا طلعنا اللي فات والجديد جه ووصل نشكر ربنا. ومعانا طبعا البودي دوت، لو تفتكروا احنا جبنا منه قطعتين المرة اللي فاتت، الطلب معانا قطعة تانية. بصوا خطير، بياخد شكل الجسم لو انتي هتلبسيه على قد الجسم. لو انتي مثلا 50-60 كيلو هيبقى حلو قوي عليكي، ناعم وطري والتفصيله بتاعته مريحه. دريسات الصيف يا جماعه، دريسات الصيف انا عايزه اقول لكم ان الدريس ده اكتر دريس من السنه اللي فاتت عليه طلب. جبنا منه الزهري بس المره دي، ده كده العدله بتاعته. بصوا الاستيك بتاعه حلو قوي، بيلبس لحد 90 كيلو، عملي والخامه سوفت ومريحه جدا يعني بجد خطير. لونه زهري مش ازرق يعني، لونه مش فاتح. ومعانا الدريس الامور ده، بصوا يبقى شكله كده، هو اوف شولدر، بياخد شكل الجسم برضو، بيلبس لحد 90 كيلو، لان بصوا الوسع بتاعه قد ايه، وسعه كبير وحلو قوي. ومعانا منه اللون الفوشيا برضو. ومعانا ايه تاني؟ معانا حاجات بجد خطيرة. اهو معانا الاير فورس، طبعا كلنا عارفين الاير فورس، وده يا جماعه المصري مش الاوريجينال، عشان محدش يجي يسالني اوريجينال ازاي ب 230 جنيه. انا بس عشان ابقى فاهمه، بس هو تقفيل نظيف جدا، الماتيريال بتاعته حلوه، الكوتش نفسه خفيف مش تقيل، فلذيذ قوي. ومعانا ايه تاني؟ معانا بقى ايه كوليكشنز موديل، يعني هنزل لكم بيها ريلز بجد لان هي تستحق، جايبين منها كميه ما شاء الله. معانا الاسود والابيض وغالبا معانا البيج، مش فاكره قوي، بس بصوا اصلا مريح جدا في اللبس، بيبقى خطير. ده الاسود بتاعه بس باين اهو، مريح جدا يا جماعه في اللبس. وده اسود برضه، وده اسود، وده اسود. البودي ده يا جماعه حكايه بجد، ده عايزه تلبسيه كده هتلبسيه، عايزه تلبسيه بالطريقه دي وتنزلي الكتف ويبقى كتف نازل كده شويه والكتف التاني عادي، وده هتبقى شبه القط، هتبقى حلوه قوي. ده وان سايز بيلبس لحد 75 كيلو، الليكرة بتاعته ضعيفه شويه. معانا انا بس عايزه اشوف لكم، ده ابيض وده ابيض،
بس اسود وابيض، القاعدة هنا ابيض. معانا بقى قطعتين بيج من الصندل ده صندل كعب كده، الهيلز بتاعته حلوة يعني حوالي 5 سنتي، مريح جدا في اللبس. ده رباط لان هو برباط فبيتلف على الرجل، الرباط بتاعه مش قصير مش طويل، بيبقى شيك ومريح جدا في اللبس. معانا جبنا منه مقاسين، بس هو ده الاوردر بتاع النهارده. هو برغم ان هو كبير بس فيه تكرارات كتير، فالفيديو قصير مش طويل، بس اتمنى ان الشغل يكون عجبكم المره دي. لو عجبكم لايك وشير بقى، ولسه منضمش لينا للصفحه هتلاقوا اللينك بتاعنا في صندوق الوصف. بحبكم جدا يا بنات، عاملين ايه؟ جايلكم بقى بفيديو اوردر جديد انما بجد تحفه. الفيديو ده ممكن يطول معانا شويه، بس يعني حاولوا ان انتوا تتفرجوا عليه للاخر لان بجد الحاجات احلى من بعض. هستنى ارائكم في الكومنتات، هستنى لايكاتكم. يلا بينا نبتدي الفيديو بدل ما نرغي كتير. اول حاجه جبتها الترند يا جماعه. طبعا يعني الناس اللي متابعينا على الفيسبوك تحديدا هتبقى عارفه احنا بنتكلم على ايه. الترند بتاعنا اللي هو البندانات بتاعت الممثلين، بندانات الخطيره دي مكتوب عليها ALO. طبعا مش هتبقى مظهره لكم، بالعكس تتلبس كده بتبقى فظيعه في اللبس. طبعا مش عارفه البسها دلوقتي، بس معانا منها الوان حلوه، معانا منها فوشيا جنزاري واحمر واسود وبني، معانا منها حبه حلوين. دول مطلوبين الحمد لله. كمان معانا قطعه من البيزك ده، البيزك دوت شغال معانا من الموسم اللي فات لانه مريح وطري وبياخد شكل الجسم. ده تلبيسه صغير شويه، ده بيلبس لحد 60-65 كيلو. ده عشان خاطر بس الطول، يعني هو محير اكتر وثمنه حلو قوي يا جماعه. معانا البنطلون الوايد ليج ده سمر ميلتون، حلو وخطير وبجيبين كده من هنا، بجد مريح قوي في اللبس يعني خطير. عايزه اقول لكم برضو ان ده من ضمن الحاجات اللي شغاله معانا من السيزون اللي فات. ومعانا ايه تاني؟ ده مش تبعنا. معانا السوت الاموره دي سوت تراب بتلبس لحد حوالي 100 كيلو. انا عارفه ان احنا منزلين ان هي لحد 85 كيلو، بس انا بقول لكم بناء عن المقاس اللي انا قسته. المقاس ده يلبس لحد 100 كيلو، خطيره ومريحه، راحه يعني فظيعه بجد. بنطلونها وايد ليج امور وبياخد يعني تلبيسه حلو ومريح جدا. معانا ايه تاني؟ معانا السلوبات الاموره دي، جايبين منها لونين، دي الكتان مش السي واي. برضو السلوبات دي احنا شغالين فيها من السنه اللي فاتت، تلبسها حلو مريحه جدا في اللبس زي ما انتم شايفين كده، خطيره يا جماعه. والبنطلون بتاعها بيبقى واسع، هي ستايلها اصلا اوفر سايز، يعني لو انت بنوته رفيعه 50-60 كيلو هتبقى تحفه عليكي لان هي اصلا ستايلها اكتر اوفر سايز. ومعانا اللون الكيوي الخطير ده، برضو هي نفس السلوبات بس حبيت ان انا اوريلكم اللون على الكاميرا شكله تحفه قد ايه. طبعا معانا تكرار زي المره اللي فاتت الدريس سي واي، والصدفه البحته ان هو اللون الزهري اتكرر معانا تاني. فعايزه اقول لكم ان ده من اكتر الحاجات اللي بتطلب طول الصيف، خصوصا الماتيريال بتاعته حلوه قوي ومريح جدا في اللبس وكل الوانه احلى من بعض. متحمسه قوي ان انا اعرض لكم كل الشغل بسرعه. ومعانا البنطلون الشارلستون ده ديربي ده ما طلعش البنطلون، ده طلع الدريس بس انا نسيته اصلا. ده دريس ديربي كده خطير في اللبس، يلبس لحوالي 85 كيلو، بياخد شكل الجسم. الماتيريال بتاعته بصوا، يعني الماتيريال بتاعته بتاخد وبتدي كده في اللبس، فحلو قوي، من الحاجات اللي هي الناعمه اللي بتبقى مريحه في اللبس. البنطلون ده جه معانا منه قطعتين، برضو من الحاجات الحلوه قوي والمريحه في اللبس.
ايه شكله حلو بجد خطير. ومعانا ايه تاني، دي قطع تانية بتاعته عشان بس ايه لو تفتكروا البيزك ده اتكرر معانا على مدار 3 اوردرات، يعني ده الاوردر الثالث ليه. جه منه النبيتي والاسود المره دي. النبيتي بتاعه بصوا قد ايه حلو، قد ايه التفصيله بتاعته باينه في اللون الفاتح ان هو يبان اكتر في الكاميرا، بجد فظيع. ومعانا الاسود بتاعه، بجد الاتنين احلى من بعض، والنعومه بتاعته خطيره مغريه قوي. يعني اللي ياخد منه قطعه يرجع يطلب منه 2 3. وطبعا يعني هي الصدف ان الناس بتطلب نفس الالوان تقريبا. ده البادي اللي هو بيبقى كتفه ونازل كده سنه، اللون الزيتي برضو احنا كان معانا منه في الاوردر اللي فات، رجع اتكرر معانا الاوردر ده. ومعانا ملك الاوردر كله اللي هو ايه التيشيرتات القطن اللي لا غنى عنها. بصوا بقى، ده تيشيرت اسود 3 اكس، البرنت بتاعته من ورا ومن قدام ساده. طبعا كل برنت بتختلف على حسب كل واحد عايزها ازاي. دي في ايدينا ان احنا نقدر نعمل البرنت من قدام او من ورا، او من قدام وورا، وكل طبعه نفسها بيبقى لها سعر، فهي اللي بتغير من ثمن التيشيرت كله. ومعانا اللون اللافندر ده شكله حلو، البرنت بتاعته يعني لطيفه وصغنططه، ودي من البرنتات اللي هي ب100 جنيه الحاجات الصغيره. ومعانا القطعه ديت تنفع اولادي وتنفع حريمي، وشكلها بيبقى خطير في اللبس. كمان القطعه اللذيذه قوي دي، طبعا هنزل لكم يعني مقاطع ان شاء الله بالحاجات ديت اللي موجوده معانا بكل المقاسات. عايزه اقول لكم ان المقاسات معانا بتبتدي من اول لارج لحد 3 اكس لارج، بتلبس من اول 50 كيلو لحد 90 95 كيلو، ممكن 100 كيلو بالكتير، بس على حسب الطول. يعني ده كله هيفرق على حسب الطول. يعني ما ينفعش ان حد مثلا يبقى 100 كيلو وطوله 150 سم يلبس تيشرت زي ده، مش هيبقى مناسب ليه ابدا، لان اغلب التخن ساعات كتير خصوصا في البنات بيبقى من فوق، فالتيشيرت كله هيبقى ضيق. ده بس نقطة حبيت انوه عليها، ان في ناس بتبقى متخيلة نفسها ان الحاجة هتيجي عليها، وللأسف لا، هو الطول بيفرق في الوزن، بيخلي الوزن نفسه بالنسبة للقطعة لا انت كده وزنك مش مظبوط، فانتوا بترجعوا تقولوا ان القطعة نفسها هي مقاسها مش مظبوط. لا خالص، القطعة بتبقى مقاسها مظبوط. الفكرة كلها ان حضرتك او حضرتك بتبقوا مش شايفين الوزن مع الطول المناسب بصراحة. بصوا حاجة كده اخر حلويات. هستنى ارائكم في الكومنتات. معانا طبعا صح لسه معانا كوتش جيم يا جماعه من الاوردرات اللي طلبت معانا المره دي برضو، الكوتش الاير فورس هيستمر معانا طول الصيف، انا واثقه في ده لان بيطلب معانا كتير جدا صيف وشتاء. ومعانا ايه تاني، معانا القطعه دي من الكوتش الرابر. بصوا بقى الحلاوه، اللي هو السنبله المنفصل، الكعب المنفصل ده، الماتيريال بتاعته تحفه، والتقفيل ولا احلى. انا بس اي حاجه جديده بحب ان انا اخلي الكاميرا تشوفها بوضوح، علشان خاطر ان انتوا بس تبقوا شايفين الحاجه بصوره احسن شويه. قولوا لي رايكم في الكومنتات، لايكات على قد ما تقدروا. اللي لسه منضمش لينا على الفيسبوك يا جماعه، اللينك الاكونت ده سيبه في صندوق الوصف. احنا شغالين اكتر على الاكونت مش على البيج، عشان كده انا بسيب لكم لينك الاكونت. البيج بينزل عليها مقاطع نفس المقاطع اللي بتنزل هنا، فبالتالي يعني تابعونا افضل على الفيسبوك. واللي لسه ما اشتركش في قناتنا على اليوتيوب عشان يشوف الشغل على الطبيعه، يجي ينورنا بالاشتراك عشان تلحقوا تشوفوا بجد جمال الشغل بتاعنا.
هيا يا حلوين، يا رب كلكم تكونوا بخير وسعاده. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. عايزه منكم لايكات على قد ما تقدروا. الناس اللي بتشوفنا يعني اتمنى ان انتوا تتابعونا، تعملوا لنا متابعه بس علشان خاطر ان يوصل لكم كل جديد من الشغل بتاعنا. عندنا تشكيله حلوه قوي ومميزه النهارده في اوردر النهارده، فعايزاكم ان انتوا تكونوا متحمسين معايا. اي حد يشوف الفيديو دوت لايك للفيديو، كومنت لطيف كده زيكم عشان اعرف ان انتوا انبسطتوا منه. يعني لو حتى قلتوا ما شاء الله، لو قلتوا جميل، لو قلتوا اي حاجه حلوه كده لطيفه، هحس ان يعني الشغل عجبكم قوي. هبتدي لكم بالبيزكس اللي مطلوبه معانا في الاوردر المره دي عشان ما اطولش عليكم بس الفيديو. الخامات حلوه قوي. ده خامه دربيه لكرة، وان سايز، بتلبس لحد 75-80 كيلو، مش اكتر من كده، وهي وان سايز بس. وادي المربع بتاعنا ده مكتوب عليه كلمه بيبي. طوله كده اهو زي ما انتم شايفين، عشان الناس بتحب تشوف الشكل على الطبيعه. هو طوله مش طويل، في ناس بتحب تحطه جوه البنطلون، في ناس بتحب تخليه من بره، على حسب. وهو وان سايز بيلبس لحد 75 كيلو. معانا منه الاسود الامور بتاعه. بجد الاشكال كلها احلى من بعض. بصوا التفاصيل، بجد التفاصيل كلها بتتكلم عن نفسها. مكملين طبعا في البيزكس. البيزكس دي كان عليها طلب المره اللي فاتت كبير، فرجعت اتكررت معانا تاني بنفس الاشكال الحمد لله، لان الاشكال برضو نالت الاعجاب. وخصوصا ان احنا عملنا اشكال جديده هي مش موجوده على البيزكس دي. يعني البيزكس ديت هي نازله محدده ان هيتحط عليها شكلين 3، لكن احنا دلوقتي نقدر نحط عليها اي برنت تعجبنا. يعني نقدر نختار البرنت ولون البيزك ونطبعهم على بعض علشان احنا بنتعامل مع المصنع نفسه. وتمنه ما اقولكمش، تمنه حكايه. والخامه بجد حلوه، مش بتشف وفي نفس الوقت مش بتحر، يعني حلوه قوي في اللبس. تعالوا بقى نشوف الجزء الثاني من الاوردر بتاعنا، وهو التيشيرتات القطن. وطبعا دي ملكه الاوردرات معانا. بصوا الالوان وجمالها. ده نفس اللون اللي انا لابساه، اللون الطوبي. ومعانا طبعا الاسود. لو تفتكروا برضو هتلاقوا ان البرنتات بتتكرر معانا علشان خاطر احنا بننزل الشغل باستمرار ببرنتات مختلفة، بس في ناس شايفة ان البرنتات ديت ترند، فهي حابة ان هي تختار الاشكال الجديدة اللي معانا. بصوا الحلويات، بجد الالوان كلها احلى من بعض. ده لون منت مخضر، مش هو المنت الصريح ولا الاخضر الصريح. بصوا عندنا التيشيرتات طبعا بتبتدي معانا من اول 100 جنيه لحد 170 جنيه، وده بيختلف على حسب هي طبعة صغيرة ولا طبعة كبيرة، طبعة من قدام وطبعة من ورا، ولا طبعة من قدام بس ولا طبعة من ورا بس. فده اللي بيخلي سعر التيشيرت نفسه غالي. بصوا الالوان كلها احلى من بعض. بصوا اللافندر الامور ده، بجد حاجات كده اخر طعام. بصوا التيشيرت اللي انا لابساه ده على فكره من شغلنا يا جماعه. عايزه اقول لكم ان انا واخده منهم كميه تيشيرتات كبيره علشان خاطر ان انا برتاح فيهم، وكمان هم غسيل ولبس زي ما الناس بتقول. هو يعني بيبقوا حلوين جدا في اللبس. واما بالنسبه بقى لملك الاوردر لا لسه ملك الاوردر بتاعنا ما جاش، عشان احنا معانا الشورت الكتان ب3 الوان احلى من بعض. معانا البيج، ده شورت كتان مش لكرة، عشان في ناس بتقولي هو فيه لكرة، لا هو اصلا كتان، وانا اكتب لكم ان هو كتان بجيبين كده، شكله حلو قوي. معانا منه البيج والفوشيا والاسود، وان سايز، بيلبس لحد 75 كيلو، مش اكتر من كده. يعني هو 70 كيلو 75 كيلو، بيفضل ان هو يبقى الوزن اقل، لان هو الخامة القماش عامة بتبقى محتاجة ان يبقى فيها نسبة تكون كده هوت فيها فضفضة، يعني يبقى فضفاض شوية. الدريس السي واي طبعا ده الملك بتاعنا. بصوا شايفين شكله. طبعا انا وريت لكم في الفيديو اللي فات اشكاله بالوانه ملبوسة كده وشكلها حلو وشيك. ده كده الابيض، والحمد لله ان انتوا بتثقوا فينا فقررنا الكميه تاني. الطلب من هنا الابيض والاسود.
طبعا لو تفتكروا ان المره اللي فاتت كان الزهري هو اكتر حاجه، فاحنا اتطلب بس قطع زهري المره دي. واتنين احمر، اللون الاحمر احمر صريح مش اورنج مش زي ما هو باين كده، لا هو احمر واحمر صريح مش نبيتي، عشان برضو الناس بتسالني هو نبيتي، لا يا جماعه هو مش نبيتي خالص، هو احمر صريح. ومعانا الدرس الفوشيا. تصدقوا انا كنت هنسى ايه في الاوردر ده، احنا كمان مطلوب معانا في الاوردر ده السالوبات الكتان. لو تفتكروا برضو احنا كنا جايبين منها 3 الوان، الزيتي والاسود والكيوي. اتكرر معانا الزيتي زي ما انتم شايفين كده، شكلها حلو قوي. الناس بتسالني برضو هي مقاساتها ايه. هي وان سايز يا جماعه، بتلبس من 50 كيلو لحد 85 كيلو، ويفضل اللي ياخدها يبقى مثلا من 50 ل 70 كيلو علشان تبقى كده اوفر سايز، عشان هو ستايلها اساسا اوفر سايز، فتبقى شكلها اشيك مع المقاس الصغير. بصوا حلوه قوي وتلبسها حلو وشكلها بيبقى شيك جدا في اللبس. وتمنها بجد خطير. بتيجي لوحدها من غير الشميز بتاعها، بس احنا عندنا برضو شميزات تقدروا تطلبوا مفيش اي مشكله. هسيب لكم اللينك بتاعنا في صندوق الوصف في اول تعليق مثبت. قولوا لي رايكم في الفيديو، اتمنى كده يبقى فيه كومنتات لطيفه زيكم. مع السلامه.